السلام عليكم اخوتي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ اني الله يحفظكم ويحفظكم كاملين يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. اليوم بغيت نشارك معكم تجربه شخصيه مهمه بزاف بالنسبه ليا، ونتمنى تفيدكم وتحمسكم باش تحققوا الاهداف ديالكم. هذا الشهر قررت نعمل شي حاجه جديده، شريت جميع الخضره والمواد الغذائيه اللي غتكفيني مده شهر كامل، وهنا امامكم كتشوفوا كلشي اللي قدرت نشريه. هذا الشيء ما كان سهل بالنسبه ليا، ولكن الحمد لله وبفضل من الله والعمل الجاد قدرت نوفر كل شيء. هذا الشيء اللي كتشوفوه فيه. ممكن تسولوا نفسكم كيفاش قدرت ندير هذا الشيء؟ واش كنخدم في شي خدمه اللي كتخليني نوفر هذه المواد الغذائيه؟ الحقيقه هي ان الدخل العادي ديالي ما كانش غادي يكفيني باش ندير هذا الشيء كامل، ولكن بغيت نشارك معكم السر ديال الخدمه الاضافيه. بما انني كنعتبركم خوتي غادي نشارك معكم جزء من حياتي. كما يقول المثل: مصائب قوم عند قوم فوائد. هذه الخدمه الاضافيه كانت هي السر في قدرتي على تحقيق هذا الهدف. بهذا الدخل الاضافي قدرت نوفر الفلوس ونشري جميع الحوايج اللي كنحتاجها مده شهر كامل، بلا ما نبقى نفكر كل نهار شنو خاصني نشري وكيفاش غادي نكمل الشهر ديالي. هذا الشيء عاوني باش نوفر الوقت والطاقه ونركز على امور اخرى مهمه في حياتي، وكلشي غادي نبارطاجيه معكم ان شاء الله. المهم في هذه التجربه هو التحفيز والاصرار. كنآمن ان كل واحد منا عنده القدره باش يحقق الاهداف ديالو، ولكن خاصنا غير الاصرار والتفاني في العمل. ماشي بالضروره خاص تكون الخدمه الاضافيه كبيره او صغيره، ولكن خطوه بخطوه اي حاجه صغيره غتقدر تعاونك وتعاونك بزاف. للاشاره كاينه بزاف ديال المصاريف ما بارطاجيتهاش معكم، ومصاريف كثيره، وبما ان هذا الفيديو تحفيزي قررت نشارك معكم كل شيء.